رئيس الكارنيهات والاشتراكات، وفي كلام كتير قوي كده اتقال فيها يعني، بس ايه هنتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم فيه، في اتنين كده او نمرتين طلعوا امبارح يعني من الناس اللي كانوا موجودين واتعامل معاهم لقاءات يعني. واحد عنده صفحه تقريبا تبعه يعني، فبيقول لك يا مرتضى يا لعيب لبست الاهلي في امام عاشور. ازاي لبسهم في امام عاشور بقى؟ ان الاهلي شوف بس دماغهم مسوحه ايه بقى، ان الاهلي دفع 3 مليون دولار في امام عاشور، والاهلي كده معهوش فلوس وخزنته هوت خلاص مش عارف يجيب لعيبه تاني. فالاهلي كده على الله خلاص، فاهم؟ ما يعرفش ان الاهلي رابط صفقه امام عاشور بالاقساط اللي هتيجي من حمدي فتحي، مدخل دي في دي يعني، مش هيخسر حاجه ولا يدفع حاجه والدنيا كلها ماشيه مظبوط يعني. بس هو حب يعمل نمره يعني ويبين ان مرتضى لعيب يعني. ده واحد. التاني بقى ده نمره حلوه الصراحه بقى. ده واحد بيقول لك ده عايش في الكويت بقاله، جاي من الكويت بقاله كتير وبتاع، ومعاه فك السحر بتاع رجب بحه. فقالوا له قول حاجه، فقال لهم بحه. فقالوا لا بجد بقى، قال لهم ايه بقى؟ قال لهم انا معايا 7 برامج، معايا 7 برامج اقدر اتغلب ببرنامج منهم على رجب بحه، اللي هو او على السحر اللي هو عامله للزمالك يعني وبتاع. ف عامل زي الغساله كده، هيدوس على زرار طرد السحر او فك السحر هيشتغل، هيدوس على زرار تاني بتاع الشطف هيروح شغال، هيدوس على زرار تاني بتاع البحه هيروح جايب البحه على طول. يعني والله العظيم ايه، يحلنا الله والله العظيم. تعالوا نروح بقى ده صاحب القعده امبارح او صاحب الحديده. هو اتكلم في حاجات كتير خلاص يعني، الواحد يعني ما قدرتش استحمل للاخر، فايه اتفرجت كده على نص ساعه ولا حاجه وبعد كده ايه قفلت يعني. اول حاجه بيتكلم فيها هو على طول بيجعجع عامل زي الشيخ كده اللي هو بتاع الجامع كده، اللي انت ايه يقعد تفضل قاعد تسمع سويت 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 سويت، في شيوخ كده يعني تقعد تسمع سويت بس كده بيزعقوا جامد يعني كده. طب ما ممكن الكلام يوصل بالهدوء يعني، مش لازم زعيق يعني. المهم فكنا من الزعيق. اول حاجه اتكلم فيها، اول الحاجات اللي اتكلم فيها عقد الرعايه، ان ازاي الاهلي بياخد مليارات في عقد الرعايه وانت بتاخد ملايين في عقد الرعايه يا سيدي الفاضل. ويقول لك انا باخد 2 دوري وبتاع. يا سيدي الفاضل، انا كمعلن اعلن عندك ليه؟ او اسوب يعني اسويك بالاهلي ليه وانت ولا بتاخد افريقيا ولا بتروح كاس عالم الانديه؟ انت اقصى حاجه احنا بنعملها بناخد دوري، ناخد كاس مصر سوبر، ماشي، ليك سقف معين في الفوز بتاعك، فبالتالي ليك سقف معين في عقود الرعايه بتاعتك او قيمه عقد الرعايه بتاعك. لكن ما ينفعش تتقارن بواحد بياخد افريقيا، واحد بيروح كاس عالم الانديه، واحد بياخد تالت كاس عالم الانديه. فانت بتقارن ايه بايه؟ يعني انا زملكاوي ومفيش عقل خالص يقول ان احنا نتقارن بعقد الرعايه مع الاهلي. دي بعدل الله يعني، ما ينفعش نقارن مع الاهلي. خد افريقيا بقى وروح كاس عالم انديه، وساعتها اتكلم بقلب بقى، قول لا انا خدت وعملت وعملت وعملت، لا انا اتساوى. لكن غير كده انت ما تتكلمش خالص يعني. آه وشغال تجريح وشتيمه في امام عاشور، وشتيمه وتجريح برضو في كهربا برضو يعني الناس مشيت خلاص. الواحد انت ارتضيت ان هو مشي، سواء امام عاشور كهربا مشي هرب خلاص كل حاجه. امام عاشور انت واحد، انت ارتضيت، بعته برضاك مش غصب عنك. ما جاش مسك ايدك وخلاك تمضي او مضى المسؤول او عمل اي حاجه غصب عنك، لا انت بكيفك بعته، بكيفك خدت الفلوس. وراجل راح الاهلي، ولا تشتمه ولا تجرح في والدته ولا في اهله، ولا انه كان جاي ما اعرفش راكب ايه ولا لابس ايه ولا عمل ايه، مالكش دعوه يعني. دي راجل هو عمل حاجه خلاص انت مالكش دعوه بيه خالص يعني، ولا تجرحه. الراجل راجل حر يمتلك عقده في نادي تاني، خلاص انت مالكش دعوه بيه. فبحق ربنا ما تغلطش في حد. ممدوح عباس بقى دي كانت حته نمره كده، بيقول ان في حجز على الارصده في البنك، وان ممدوح عباس مشكلته مع مرتضى منصور وهو اللي قافل او حاجز على البنوك. ودلوقتي اهو هو بيقول بقى ان هو دلوقتي اهو انا بره النادي وانا معزول، وفك بقى الارصده. يعني انت معزول منين وبره النادي فين وانت عامل القعده جوه النادي وبتتكلم؟ انت مش عارف تجيب صفقات والنادي محجوز عليه. انت ايه؟ انت مين يعني؟ ايه ايه فين يعني؟ مش فاهم ازاي انت بتتكلم كده وبتتكلم كده، والله العظيم ما عارف. اتكلم تاني على موضوع الساعات والخطيب والفلوس وتركي الشيخ، وانت مالك واحنا مالنا؟ احنا مالناش دعوه، دي هي حاجه بتاعتهم هم، دي حاجه بقى بينهم وبين القضاء، بقى حاجه بينه وبين تركي الشيخ. انت ولا شغال المحامي بتاعه ولا شغال اي حاجه، احنا مالناش دعوه بالحاجات دي كلها. احنا ده موضوع ما يخصناش اساسا يعني. وبيقول الخطيب لو عايز تشتري امام عاشور كنت تعالى، ولا كهربا عايز تشتري كهربا تعالى، وانا كنت بعته لك. انا كده كنت بقول لك ب 25 مليون، انت كده لبسته ب 180 مليون ولا ما اعرفش بكام، وانا كده ضحكت عليك وكنت جيت وانا بحبك وبتاع. مفيش حاجه اسمها كده. احنا هنا في مصر ما عندناش احنا البيع والشراء مباشر بين الاهلي والزمالك، فانت بتتكلم ازاي يعني؟ مش عارف بصراحه.
وحاجه تانية اليافطه اللي هو علقها تاني دي بتاعت النادي القرن وبتاع، يا حبيبي يافطه ايه بس اللي انت بتعلقها بس، الله يهديك بس يعني ما تعلق يافطه يعني هنزيد حاجه يعني ناقص حاجه. انا مش عارف والله بيتكلم في ايه ولا بيعمل ايه ولا يفط ايه اللي بيعملها ولا مين اللي بيطبع مين اللي يفط دي ولا اي حاجه يعني. بس يعني ربنا يكون في عوننا والدنيا تهون كده وتمشي ان شاء الله، لان الموضوع بدأ يبهوأ ويبهوأ جامد والله. الموضوع بدأ خلاص يعني الموضوع متكرر متكرر متكرر، وقعد يهري كتير، والاهلي وتركي الشيخ والاهلي وكهرباء ومعشور، وفي الاخر بقى والصفقات والدنيا دي كلها. طب انت اتكلمت انت بقى انت ويقول لك الاهلي في السعوديه هيجيبوا صفقات والاتحاد والنصر ومش عارف ايه. طب انت ايه يعني؟ ما تقول لنا طيب انت محجوز على ارصده النادي، طب انت النادي اللي انت بتروح تبعت فيه البلدوزر فين فلوسه؟ طيب طب انت بتصرف على اللعيبه منين؟ طب انت مش قد الشيله؟ خلاص اتكل على الله وحتى نيجي يشيل. ليه قافش فيها وليه مثبت فيها انت واولادك يعني؟ لو الموضوع هو اصلا زي ما انت بتقول ان انت صارف على النادي وان الموضوع دوت موضوع تطوع، طب ما تمشي، امشي وحد تاني يجي يشيل الشيله. ما دام انت خلاص الموضوع بهوء منك وبتتسجن وبتتهان خلاص الموضوع سهل وبسيط. السلام عليكم. عليكم السلام. حتى نيجي يمسك. ربنا يكون في عوننا ان شاء الله. شكرا.